الله الله، لا حقيقة انا احب التجديد والتنويع في المحتوى كده عشان الناس ما تزهقش. عندنا النهارده بقى ان شاء الله اعلى لعيبة في اف سي 25 في مركز الكام اللي هو رقم 10 اللي هو صانع اللعب. فنقول بسم الله، عندنا شوية اسامي تقيلة النهارده ولعيبة جامدة. فرقم واحد مبدئيا كده جوب بيلينجهام. رقم اتنين الكي دي بي كيفن دي بروينا، من غير نقاش يعني. عندنا رقم ثلاثة الماني، فانا مش فاكر كان مين اعلى من مين، موسيالا او فيرتز، فانا خليني اقول موسيالا. موسيالا رقم خمسة، اذا رقم ثلاثة فيرتز عشان نكون متفقين يعني. رقم أربعة أرجنتيني تقريبا، والله أعلم ميسي كان نازل كام تقريبا يعني، فغالبا ليونيل أندريس ميسي. رقم أربعة بالفعل لابولجا. رقم ستة عندنا إنجليزي تاني، بالمر. بالمر معانا بس رقم تسعة مش هو رقم ستة. أمال مين رقم ستة ده؟ مين؟ فودن. فودن رقم ستة بالفعل. ما اعرفش عاملينه ازاي كام، يعني فودن لا ينطبق عليه مواصفات صانع اللعب تماما، لكن هم حاطينه كام مفيش مشكله. رقم سبعة برتغالي، فده برناردو سيلفا. مش برناردو سيلفا، يبقى برونو فرنانديز على طول. شكلي وحش قوي وانا بقول برناردو بكل ثقه وطلع غلط. عندنا ارجنتيني تاني، فغالبا والله اعلم يعني ان شاء الله باولو ديبالا، احتمال كبير. رقم 8 باولو ديبالا بالفعل. فيتبقى لدينا اللاعب رقم 10 في الليسته وهو برازيلي الجنسيه. فنطلب منك كالعاده في الكومنتات ان شاء الله تقول لنا مين هو اللاعب البرازيلي صاحب المركز العاشر في الليسته بتاعتنا. بس قبل ما تقوله انا بسيب لك لاعب تقوله علشان نتشارك مع بعض ونتبادل الافكار، مش عشان انا مش عارفه ومش عشان انا رخم، بس عشان نتشارك مع بعض. فعايزك تقول لي اللاعب رقم 10 في الليسته بتاعتنا.